لو حاسة بالوحدة وعايزة تتخلصي من الشعور الصعب ده، الفيديو ده ليكي. أنا لايف كوتش مي، وهدفي إني أساعدك توصلي لأحسن نسخة من نفسك. لو جاهزة يلا بينا على الفيديو على طول. يعني إيه تكوني حاسة بالوحدة؟ تكوني حاسة بالوحدة يعني تكوني حاسة إنك لوحدك، مفيش حد حاسس بيكي ولا مهتم بيكي ولا حد بيسمعك. تكوني متضايقة وفي ناس كتير حواليكي بس مش عارفة تحكي لمين. لو كلمتي حد وحكيتيله هيقلل بمشاعرك، هيقولك يا ستي كبري دماغك، عادي، ما كلنا بيحصل معانا كده. الشعور بالوحدة ملوش علاقة بفي ناس حواليكي ولا لأ. ممكن تبقي حاسة ان انتي لوحدك وفي حواليكي مليون شخص. الوحدة شعور داخلي ملهاش علاقة بالناس اللي حواليكي. طيب، بعد ما فهمنا يعني ايه تكوني حاسة بالوحدة، طب ليه بتحسي بالوحدة؟ الشخص اللي بيحس بالوحدة لأنه بيكون بعيد عن نفسه، مش فاهم نفسه، مش عارف احتياجاته النفسية، فبالتالي مش عارف يديها لنفسه. فإنك تكوني حاسة بالوحدة ده معناه إنك بعيدة عن نفسك، معناه إنك مش فاهمة نفسك، مش عارفة انتي مين، مش عارفة حاجة عن نفسك غير الحاجات العادية. لو أنا سألتك دلوقتي انتي مين بعيدا عن اسمك وسنك وعنوانك وانتي بنت مين أو زوجة مين، مش هتعرفي تجاوبيني لأنك مش عارفة انتي مين. طالما انتي عندك شعور بالوحدة يبقى انتي أكيد مش عارفة نفسك. يبقى أنا قلتلك دلوقتي انتي ليه حاسة بالوحدة، لأنك مش عارفة نفسك. بعد ما فهمنا يعني ايه تكوني حاسة بالوحدة وليه بتحسي بالوحدة، خلينا نقول الحل على طول. هقولك على 5 خطوات يساعدوكي بإذن الله تتخلصي من الشعور بالوحدة، وال5 خطوات دول أنا مطبقاهم، وفعلا لما كنت بحس بالوحدة لما طبقتهم فعلا بقيت حاسة بالاكتفاء الذاتي. أول خطوة وهي إنك تقعدي مع نفسك كل يوم. اقعدي مع نفسك كل يوم حتى لو 5 دقايق. الوقت ده اقعدي فيه مع نفسك وتعلمي تسمعي فيه صوتك الداخلي. اتعلمي تسمعي صوتك، اتعلمي تسمعي نفسك من جوه بتقولك ايه. النقطة دي مهمة جدا وما تستصعبيهاش وما تكنسليهاش، لان دي نقطة مهمة جدا وما ينفعش ان انت تعديها. اقعدي كل يوم مع نفسك حتى لو 5 دقايق، اسمعي نفسك. واهم حاجة في الخطوة دي انك ما تسمعيش نفسك كلام سلبي في الوقت ده. اقعدي مع نفسك، اسمعي نفسك، شوفي نفسك من جوه بتقولك ايه، نفسك حابة ايه، محتاجة ايه. اتعلمي تسمعي نفسك واقعدي مع نفسك كل يوم ولو 5 دقايق. الخطوة التانية وهي انك تقربي من ربنا سبحانه وتعالى. القرب من ربنا سبحانه وتعالى هيقويكي وهيحسسك انك مش لوحدك. لما تقربي من ربنا سبحانه وتعالى وتكلمي ربنا سبحانه وتعالى وتفضفضي لربنا بكل اللي جواكي، هتحسي انك مش لوحدك، هتحسي ان ربنا سبحانه وتعالى سمعك، هتحسي ان ربنا سبحانه وتعالى يعلم باللي جواكي. فقربي من ربنا سبحانه وتعالى بجد، هتحسي انك مش لوحدك وهتحسي انك بقيتي اقوى، لانك هتكوني مسنودة على ربنا سبحانه وتعالى. هيكون سندك الحقيقي هو ربنا سبحانه وتعالى. وعلقي قلبك بربنا سبحانه وتعالى، ما تعلقيش قلبك بحد وما تستنيش حاجة من حد. اللي انت محتاجاه اطلبيه من ربنا سبحانه وتعالى. الخطوة الثالثة ودي مهمة جدا وهي انك تفضفضي وتطلعي كل اللي جواكي مع نفسك، سواء تكتبيه على ورقة أو سواء تسجليه في ريكورد على التليفون. طلعي كل اللي جواكي، كل حاجة مضايقاكي، كل حاجة مزعلاكي، كل حاجة وجعاكي، حتى الحاجات اللي بسطتك اكتبيها. اكتبي انت عملتي ايه النهاردة. وهقولك دلوقتي على 4 أسئلة تسأليهم لنفسك كل يوم. أول حاجة اسألي نفسك أنا حاسة بإيه دلوقتي. قولي انت حاسة بايه، مبسوطة، متضايقة؟ طب مبسوطة من ايه، متضايقة من ايه؟ ده اول سؤال. السؤال التاني اسألي نفسك انا محتاجة ايه دلوقتي. شوفي انت محتاجة ايه في الوقت اللي هتكتبي فيه السؤال ده. هل محتاجة تنزلي تتمشي؟ هل محتاجة تنامي شوية؟ هل محتاجة تفضفضي اكتر؟ هل محتاجة تعبري عن مشاعر جواكي؟ شوفي انت محتاجة ايه.
ونقطة مهمة جدا في النقطة دي، لما تعرفي انت محتاجة ايه اتعلمي تدي لنفسك الحاجة اللي انت محتاجاها. يعني انت لو مثلا كتبتي انا محتاجة احكي مثلا عن موضوع معين، احكي لنفسك الموضوع ده، افتحي مع نفسك الموضوع ده واحكي كل اللي حصل. حد في حياتك ضايقك، احكي مع نفسك وقولي فلان ضايقني في كذا كذا كذا، وطلعي كل اللي جواكي. مش لازم تستني تحكي الكلام ده لحد، اتعلمي تقوليه لنفسك. فلما تكتبي انت محتاجة ايه ايا كان اللي انت كتبتيه اتعلمي تديه لنفسك. السؤال الثالث وهو ايه اللي ضايقني النهاردة. اسألي نفسك ايه اللي ضايقك النهاردة، احكي لنفسك كل حاجة ضايقتك النهاردة. قولي انا ضايقني 1 2 3 واحكي كل حاجة. وانت بتكتبي او بتسجلي الريكورد قولي كل اللي ضايقك. السؤال الرابع ايه اللي بسطني النهاردة. قولي لنفسك ايه الحاجات اللي بسطتك النهاردة. لما تكتبي الحاجات اللي بسطتك هتعمل معاكي حاجتين. اول حاجة وهي انك هتعرفي ايه الحاجات اللي بتبسطك، فهتقدري ان انت تكرريها، فهتقدري باذن الله ان انت تعرفي ايه اللي بيبسطك وتعرفي تديه لنفسك. الحاجة التانية اللي هتديها لك وهي انك هتحسي ان حياتك حلوة. انا مش كل حاجة في حياتي وحشة، مش كل حاجة في حياتي بتزعلني او بتضايقني، لا في حاجات بسطتني اهو. انا النهاردة حصل كذا وكذا وكذا فده بسطني. فدي تاني حاجة هتعملها معاكي لما تكتبي ايه اللي بسطك. رابع خطوة علشان تتخلصي من الشعور بالوحدة وهي انك تعرفي ايه اللي بيبسطك وتعمليه لنفسك. بعد ما تجاوبي على نفسك كل يوم ايه اللي بيبسطني، هتبتدي واحدة واحدة تعرفي ايه اللي بيبسطك حتى لو حاجات بسيطة وتعمليها لنفسك. اعرفي ايه الحاجات اللي بتبسطك واعمليها لنفسك. اقعدي مع نفسك النهاردة بعد ما تسمعي الفيديو وفكري على الاقل في 5 حاجات لما بتعمليهم بيبسطك. مش لازم الحاجات دي تكون كبيرة، ممكن تكون حاجات بسيطة زي انك تقرأي، تلوني، تشربي القهوة او مشروبك المفضل، تنزلي تتمشي. ايا كان الحاجة اللي بتبسطك اكتبي 5 افكار وابتدي اعمليهم لنفسك من النهاردة. ونقطة مهمة، ما تستنيش حد يعملك الحاجات اللي بتبسطك، اعرفي ايه اللي بيبسطك واعمليه لنفسك. ونقطة مهمة جدا بناء على النقطة دي وهي انك تعرفي نفسك، تعرفي كل حاجة عن نفسك. اعرفي انت مين، اعرفي كل حاجة عن نفسك، اعرفي افكارك، مشاعرك، كل حاجة عن نفسك اعرفيها. ولو مش عارفة ازاي تعرفي نفسك هسيبلك لينك الفيديو في صندوق الوصف، اسمعيه هيساعدك بإذن الله تعرفي نفسك. الخطوة الخامسة والأخيرة وهي انك تحددي أهدافك في الحياة وتسعي انك تعمليها وتشغلي نفسك بنفسك وتشغلي نفسك بأهدافك. لما تعرفي نفسك هتعرفي هدفك في الحياة، هتعرفي ايه الحاجة اللي بتميزك عن غيرك. لما تعرفي ايه الحاجة اللي بتميزك عن غيرك وتعرفي رسالتك في الحياة هتشغلي نفسك بنفسك وهتشغلي نفسك بأهدافك. شوفي ايه الحاجة اللي انت بتحبيها وحطي لها هدف واشتغلي عليها. يعني مثلا بتحبي القراءة، حطي هدف لنفسك انك مثلا الشهر ده هتخلصي، مثلا لو كل شهر بتقرأي كتاب حطي هدف ان انت مثلا هتخلصي الشهر ده كتابين. لو بتحبي الزراعة ممكن تزرعي، لو بتحبي الطبخ ممكن تتعلمي اكلات جديدة. المهم تحطي لنفسك اهداف في حياتك وتشغلي نفسك بيها. كل ما شغلتي وقت الفراغ بتاعك واستغلتيه في حاجات انتي بتحبيها كل ما كنت مبسوطة، وكل ما كنت مبسوطة شعور الوحدة هيقل. فطبقي ال5 خطوات دول وبإذن الله يفرقوا معاكي، وبإذن الله الشعور الوحش اللي انت حاسة بيه شعور الوحدة هيختفي تدريجي. وخليكي فاهمة ان انت علشان توصلي للاكتفاء الذاتي وان انت تبقي مبسوطة مع نفسك ومش حاسة بالوحدة ده هيحتاج منك وقت ومجهود. فخلي عندك صبر ومجهود، ابذلي المجهود المطلوب منك واعملي ال5 خطوات اللي انا قلتلك عليهم، وان شاء الله هتتخلصي من الشعور بالوحدة وهتوصلي للسعادة والاكتفاء الذاتي. اتمنى الفيديو يكون عجبك وفادك، واستنيني في الفيديو الجديد. ولو لسه مش مشتركة في القناة اشتركي، هكون مبسوطة جدا بوجودك معايا.